عامله جايزه احسن لاعب في مصر 2024 في كل مركز. فهنقول اختياراتنا بكل حياديه، بعيد عن اهلي وبعيد عن زمالك، احنا هنتكلم بحياديه. هنقول في حراسه المرمى ما فيهاش كلام وما فيهاش جدال، مصطفى الشوبير عامل موسم استثنائي بعد اصابه الشناوي السنه اللي فاتت. نجم دوري ابطال، 9 كلين شيت، عامل تصديات خرافيه، سبب فوز الاهلي بالبطوله، هو رقم واحد. قلب الدفاع في رأيي أنا، محدش هيختلف معايا أو يختلفوا معايا، مش هيفرق. حمزة المسلوسي من أسباب زي ما مصطفى شوبير أسباب فوز الأهلي بدوري الأبطال، حمزة المسلوسي من أسباب فوز الزمالك بالكونفدرالية. لاعب راجل كان عنده ثبات في المستوى، راجل كان بيعمل زيادة هجومية، جاب أجوان مؤثرة. هتقول لي ده مدافع مش واجبه يجيب أجوان، بس كان بيدافع وكان بيهاجم، كان بيعمل كل حاجة. هنيجي بقى بالباك اليمين، محدش هيختلف معايا، أهلاوية وزملكاوية، هو الشيبي. احسن باك يمين في مصر، احسن باك يمين داخل افريقيا، ما فيهاش كلام وما فيهاش جدال. هنيجي بقى للباك الشمال، بصراحه علي معلول راجل مؤثر في مركزه، راجل عنده ثبات مستوى، راجل عنده جرينتا، راجل عنده كل الكوره في دماغه، بس راجل بتاع كوره. السنه اللي فاتت كان علي معلول ما فيهاش كلام وما فيهاش جدال. هنيجي بقى لمركز 6. مركز 6 في لعيبه كتير، كان في مهند لاشين لاعب كويس تمام، وفي دونجا، بس مروان عطيه تقريبا اللاعب الوحيد اللي في المركز ده. حتى كولر رغم ان هو بيعمل روتيشن كتير مع الاهلي، بس اللاعب تقريبا الوحيد اللي ما بيتغيرش، ما بيتبدلش، دايما موجود في الملعب اساسي، ونادرا لما كمان بيعمل له تبديل. فمروان عطيه في المركز ده محدش هينافسه السنه 2024. صانع العاب طبعا من غير جدال، المايسترو الفنان البرنس عبد الله السعيد رغم ان هو ما لعبش كتير مع الزمالك السنه اللي فاتت، بس لو خدنا جزء بتاع بيراميدز وجزء بتاع الزمالك هنلاقيه هو احسن صانع العاب في مصر، ما فيهاش جدال. نيجي بقى للجناح اليمين، حتى هي الاختيارات ما كانتش كتير، بس هو طبعا احسن جناح يمين في افريقيا وفي مصر وداخل افريقيا، زيزو. ما فيهاش كلام وما فيهاش جدال، ومش هنقعد نعلق على بعض، زيزو لاعب كواليتي مختلف. وطبعا احسن جناح شمال في رايي ابراهيم عادل لاعب موهوب، لاعب استثنائي، لاعب عايز يلعب في فرقه جماهيريه، عايز يلعب في فرقه كبيره، وهتشوف منه قد كده 10 مرات كمان. نيجي بقى لقلب الهجوم، طبعا وسام ابو علي، لاعب مفيش منه اتنين في الدوري المصري، مهاجم من المهاجمين القلائل، اللي هو تحس ان هو كده رجعك لزمن ايه، عماد متعب، والمهاجم الحريف اللي هو بيعرف يتحرك ازاي وبيلعب برجله الاتنين وبدماغه وبيشوط فاولات والكلام ده كله. طبعا كان بعديه مايلي برضك مهاجم كبير، بس وسام ابو علي هو كان رقم واحد. اما احسن مدرب بقى، فكان في رايي انا احسن مدرب، هتقول لي كولر واخد بطولات اكتر، واخد بطولات اهم، وعامل. بس انا رايي جوميز، كفايه ان هو جه في وقت قصير، في 6 شهور خد بطولتين قاريتين، حتى لما قابل كولر 3 مرات كان المتفوق عليه فنيا جدا. فجوميز غير شكل نادي الزمالك خالص، بيلعبها كواليتي اقل كتير من اللي مع كولر في الاهلي. فجوميز طبعا احسن مدرب في رايي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا رايكم في التعليقات، من احسن اللعيبه في كل مركز.